صباحكم بربحكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي دخلوا معنا جدد، اللي مازال ما دخلوش نقول لكم مرحبا بكم خياتي. تنوروا القناه وتشرفوني. هنايا اخواتاتي كما راكم تشوفوا هذا الورود غرسوهم ولادي، وشوفوا هنايا كل حاجه داروها في قوطي. هذو قواطا جابوهم من برا وداروا فيهم التراب وغرسوا هذا الشجيرات اللي راكم تشوفوا فيهم. هنا خواتاتي راح نشارك معكم روتيني بعد المرض. كما تعرفوا خياتي، وحده كي تكون مريضه ويكون البز عندها تولي الروبله عندها في الدار. شوفوا هنايا راح ندير الروتين معاكم وراح نهضروا في موضوع جد مهم راح يهم النساء، كما نقولوا كامل النساء. وكما قلت لكم من قبل، شوفوا هنا مازالني مريضه شويه وراني نتعب وندير المونتاج، لذلك حباباتي ما تبخلونيش بالجنب هكا يطلع لي الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين هكا ويستفادوا. كما قلت لكم خواتاتي، انا عندي فتحت هذه القناه يعني روتين بلا تصنع بلا زواق. نوري لكم الروتين تاعي كما هو كامل البيوت الجزائريه تلقايها كي تمرض تلقايها عندها كيما هكا كوزينتها تتروبل، الدار تاعها تتروبل، خصوصا اللي عندها الاولاد، فهمتوني البنات. هنا راكم مع تشوفوا في الروتين تاعي غير نحفزكم ونشجعكم، على بالي كاين اللي مورال تاعها هابط، كاين اللي مديقوتيا، كاين اللي كل وحده كيفاه. بصح كي تشوف روتينات كيما هكا راهي تتحفز شويه، ماشي انا جيت نوري لكم كيف تخدموا خدمتكم ولا لا خواتاتي. جيت برك باه نحفزكم ومازالني مريضه كما قلت لكم. شوفوا خياتي، راح نهضر معاكم هضره ونتمنى تفهموني غايه. شوفوا خلينا من هذوك البنات ولا هذوك النساء اللي هما اصلا ما يبغوش يخدموا في الدار ولا ديكوتيا كل يوم شغل تخدم وهي كارهه. راني على النساء اللي صحتهم راحت. شوفوا خياتي، كي تشوفي روحك كي تمرضي تشوفي روحك انك تحوسي على انسان يمدلك غير كاس ماء، ثم تعرفي قيمة الصحة اللي راهي عندك. والله العظيم صدقوني، انا يا ما نقولكم شو ودي نمرض زعما مرض منين ذاك نمرض، لا انا عندي مرض ما يداواش. منين ذاك تحكمني واحد لاكريز كما نقولوا مرض صح نمرض ندخل السبيطار 10 ايام 15 يوم، المهم عندي على العام هكا كل مره ندخل السبيطار. يا خياتي شوفوا نقول لكم حاجه، والله العظيم ما كان قد الصحه. شكون نقول لكم حاجه، كل وحده تقول لك هذه الهضره، تقول لك شكون كان كيما انا كالعود نمشي. شوفوا نمشي ولايه كومبلي بطالو وما نعياش، كي نروح للدار يقولوا لي عييتي نقول لهم ما نعياش. ضربك شوفوا خدمت تعبت شقيت، سوختو مع الدار يا البنات، اللي تظلي مع الدار وتظلي تخدم وتفرصي روحها وكذا وكذا، ومن بعد طيح صحتك. نهار اللي طيح صحتك يا اختي ما تلقاش اللي يرفدك، ثم تنضري اكثر من اللي راكي مضروره في جسمك. وتشوفي الناس تخدمي لهم وتشقي في ذيك الدار، مع التالي يقول لك ودي ما راكي تخدمي والو، ومن بعد طيح صحتك تولي دغيتي الخاسره. ما كاش اللي خاسر يا اختي، ما تفرسيش روحك، انا ننصحك ما تفرسيش روحك. الخدمه اللي طيقي تخدميها خدميها، الخدمه اللي ما طيقيش تخدميها ما تخدميهاش، باسكو يجي الوقت شوفي ذراعك يولي يضرك ما تقدريش تهزي، تولي ظهرك يضرك، يولي مفاصلك المهم قاع يضروك، تولي عندك حساسيه من لي برودوي هذوك تاع كل وقت تنقي، المهم يولوا قاع عندك الامراض وما كاش اللي يرحمك ضروك. شوفي، وانا عندي نصيحه للناس اللي راكم بصحتكم يا ناس، كي تدخلوا عند وحده تروحوا ضياف وتلقاو الدار تاعها مدوده مسخه، ما تضحكوش وما تروحوش للناس ديروها في الجمايع، باسكو رانا نشوفوا تدخل لك الدار تلقاك مريضه على بالها بلي راكي مريضه، على بالها بلي عندك سمانه ولا سمانتي راكي طايحه. هي تجي تزورك يا اختي، من بعد تروح منا من الباب، انتي تبلعي الباب وهي تروح تديرك طوط بين الحياط كما يقولوا، مدوده كذا. بصح هي ما تقولكش ودي مسكينه راه مريضه. انا ندخل
مرأة مريضة نصيب ما عينها قالة ودي نغسل لها ما عينها، نطيب لها به تاكل وياكل وليداتها، عندك أجر. ماشي نروح نضحك عليها ونقول مدودة ومسخة. يا أختي الصحة اللي راهي عندك نهار اللي تروح لك ثمك تولي تعذري هذا الإنسان اللي دخلتي عندها، بسكو علاه اللي يضحك دايما يلحق. هي ربي يبلاها بالمرض، قادر تنوض من ذاك المرض، انتي ربي يبليك بالمرض، ثم تولي تشوفي الدار تاعك هاك تروان وما تقدريش تنوضي وتخدمي صوالحك، وما تقدريش ديري لقمة لوليداتك. ما نضحكوش على العباد. كي تروحي لهذيك المرأة تضحك في وجهك وهي تلقايها مريضة مسكينة هكاك وترحب بيك، ماشي تروحي تقولي لهم انا ذيك المرأة دخلت ليها عفتها بنشرب قهوة عندها ما قدرتش، ما كاش حتى وين تفوتي، ما كاش. يا اختي قدرك ربي راكي بصحتك، روحي غسلي لها معين، طيبي قهوة، حطوا ذيك القهوة شربوا، طيبي فطيرة. مش راح تقولك ودي كيفاه وراح لداري وكامل، بالعكس راح تدعي لك دعوة الخير وراح تشكرك وراح تفرح تقولك ودي الدار دارتها دارها وراها جات عاونتني ماشي ضحكت عليا. ياك الشيرات حنايا كي تمرضي يجولك الضياف، بصح كي تكون دارك نقية وتكوني لاباس بيك وبصحتك ما كاش اللي يجيلك. اقسم بالله صدقوني كاين شي نساء والله يشعرها ما تقدم مشطح من المرض، والله ما تقدم مشطح الا ناضت تنوض بالسيف الطيب لوليداتها، بس علاه كانت بصحتها كانت تنقي لك الدار تنقية، كي تدخلي لدارها تحلي فمك. والله العظيم كاين شي نساء لا كي تكوني تدخلي لديارهم تحلي فمك، ريحة النقا خدشة وما تسيبيهاش في الارض من بعد طاحت صحتها. يا اختي اذا قدرتي بغيتي تدي دعوة خير سورتو تاع المريض ما تضحكيش، بالعكس خدمي لها ما تضحكيش، وإلا قدرتي وكنتي غير حذاها طيبي لها فطور وحشا وقهوة، راه عندك اجر. شوفي توكلي مريض وتوكلي ولاد المريض، على بالك اجر كبير كبير كبير. وحتى هذيك تاع تروحي وتقولي مسكينه لقيت دار هكذا مسكينه غاضتني، هذيك ما تهضريهاش باسكو حنا نساء، انتي في نيتك تقولي مسكينه غاضتك، بصح هما لا كي يروحوا يأولوها حاجه واحده اخرى يروحوا ليا يقولوا لها فلانه جات هضرت فيك وفلانه قالت فيك، على بالك تزيد تمرض اكثر واكثر، تقولك انا رحبت بيها وضحكت في وجهها مع التالي راحت هضرت فيا لنسى، باسكو حنا نساء لساناتنا خطرات تزيدي عليها. تخيلي انتي انسانه مريضه وتوكل عليك ربي، تخيلي راح كلش، راح كلش. وعلى بالك يا اختي كي تمرضي تولي انسانه حساسه اكثر من اللازم، تولي غير يقولوا لك كي تقولي لهم جيبوا لي كاس ما ويطيروا فيك، على بالك تولي تبكي تقولي ها كي كنت بصحتي كانوا يقولوا لي جيب لنا غير مغرف نروح نجري نجيب لهم مغرف، دركا كي وليت نقول لهم كاس ما يولوا يطيروا فيك. والله صعيبة بزاف، كما يقولك ما يحس بالجمرة غير اللي يحس عليها. لذلك خواتاتي كنصيحة، شوفي كي تخدمي في الدار ما تخدميش كل شيء في نهار. عندك ميناج بغية تحكي الحيوط تحكي الفايونس تحكي، يا اختي ديريه خطرة في 3 شهور ولا 4 شهور. اني نقول صحتك بصح هذوك الناس اللي يجي يقول لك كيفاه نديرها في 3 شهور ولا 4 شهور ما كاش منها. يا اختي شوفي كاين منها باه تقعد دارك نقيه، كي طيبي بلاصه تاع الطياب تاع الفايونس هذيك مسحيها بكتانه باه ما تبقاش مسخه، باسكو النهار اللي ديري ميناج وتبقى ديك البلاصه وسخه على وسخ راح تتعبي اكثر من اللازم. ولا بد تستعملي برودوي هذاك راح يديرلك حساسيه، يديرلك كاع الدب تاع سيدي ربي. انا نخمم على مصلحتكم، قلت لكم كي طيح الصحه راهي صعيبه يا البنات، صعيبه يا نسا. اني نقول لكم الحيوط كامل يا اختي ثنديري لهم نهار وحدهم، ماشي تروحي تغسلي حيوط تاع الكوزينه ومن بعد تروحي الحيوط تاع الشنابر، لا مش هكاك. كاين اللي يشوفوا سيا دير ميناج تغسل الحوايج دير كل حاجه في نهار، من بعد كي طيح خلاص طيحاش فينا. لا اختي عندك انا نهضر على نفسي، نهضر على كل وحده حره في حياتها. انا نمد لكم هنا نصيحه كيما اللي نبغيها على روحي نبغيها لخياتي. انا الميناج نديره من مناسبه لمناسبه، ما نديرش دائما.
عندي رمضان، الحق رمضان ندير ميناج قبل رمضان، سي بون الميناج قبل رمضان ما نديرهش في نهار، عندي هذاك الشهر ندير فيه الميناج. قال اليوم نغسل كوزينتي ونسيقها، غدوة من ذاك ندير كاش خلطة نقي بيها قدورتي وكسارلي، غدوة من ذاك نروح نحك الحيطان توعي اذا ملسخين، نهار الاخر نغسل فراشي، نطبق فراشي، نطبق حوايجي يا اختي. من بعد تبقى لك سمانه ولا سمانتين هذيك تاع رمضان تاع قبل رمضان تقعدي تريحي فيها، غير طيبي غداك ولا تغسلي معانك، هذاك الروتين تاع دايما. بصح باه نتعب روحي انا كل شهر نروح نديرلك ميناج للكوزينه ونديرلك ميناج للديور، هذه لا، باسكو الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. انسان الصحيح يدير كل شيء وما يعياش. نهار اللي تجيه شغل تجيه ضربه اللي عليها ما ينوش، باسكو هذاك الشقه والتعب راه يجي وقت وين يطيحك، انتي ما تحسيش به دوك، بصح يجي وقت وين يطيحك يا اختي. لذلك نصيحه، نقصي من لي برودوي ثاني، لي برودوي هذوك نقصي منهم قد ما طقتي. كاين اللي يدلهم طاشة في الصدر، كاين اللي يدلهم حساسيه تقعد تعاني، كاين اللي يوصلهم امراض ما تقدريش حتى تداويها. يا اختي على جال صحتك وعلى جال وليداتك، هذه هي. ونتمنى ما كثرتش عليكم الهضره. شوفوا البنات الوصفات هذو اني فاتحه قناه ودايره فيها غير وصفات برك، مانيش دايره روتينات. هذه تاع الروتينات درتها على جال باه نقصروا ونضحكوا، نساو مرضنا، ننساو همومنا مشاكلنا، وثاني كل وحده تنصح اختها الحاجه اللي تعرفيها يا اختي قوليها في التعاليق، واذا بغيتيني نقولها في فيديو نقولها اختي. نصيحه اللي كيما نقولوا تفيد الناس قدموها ومن قلوبنا، وربي ان شاء الله يجازينا ويجازيكم.